الرعب اليمني القادم، من الصواريخ البالستية إلى آلاف المسيرات المخفية التي دكت حصون تل أبيب. ترسانة عسكرية مهولة أشعلت دولة الكيان واستنفرت الدول الغربية للوقوف في وجه هذه الترسانة. فما هذه القوة اليمنية المرعبة التي أذهلت العالم؟ تابعونا لنتعرف على أبرز 10 أسلحة يمنية أشعلت جنون نتنياهو وعجوز البيت الأبيض. اليوم سنتحدث عن الجيش اليمني الذي يعتبر أحد أهم الجيوش في المنطقة رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها. سنستعرض معكم في هذا الفيديو ترسانة الأسلحة التي يمتلكها الجيش اليمني والتي تساهم في قدرته على التصدي للتحديات الأمنية والعسكرية. الجيش اليمني، التحديات والقدرات. يشتهر الجيش اليمني بتصديه للتحديات الأمنية والعسكرية، ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها إلا أنه استطاع تطوير ترسانة قتالية تجعله قوة تحترمها الدول المجاورة. يمتلك الجيش اليمني مجموعة متنوعة من الأسلحة تتراوح بين الأسلحة التقليدية مثل البنادق والمدافع إلى أنظمة الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات. هذه الأسلحة تلعب دورا مهما في قدرة الجيش اليمني على الدفاع عن البلاد وتأمين الاستقلال الوطني. دبابات تي 80. دبابة تي 80 هي دبابة قتال رئيسية صممت وصنعت في الاتحاد السوفيتي، تتسلح بمدفع أملس يبلغ مداه الأقصى 9400 متر، وهو قادر على اختراق أي درع حتى لو كان محميا بدروع تفاعلية. تتمتع تي 80 بنظام حماية متقدم يشمل دروعا تفاعلية على البرج والهيكل لضمان البقاء لأطول مدة ممكنة في ساحة المعركة. تعتمد الدبابة على الدخان للانسحاب وتغطية مكان التحرك في حالة وجود أي خطر. تشير بعض الأخبار إلى وجود حوالي 70 دبابة تي 80 لدى الحرس الجمهوري اليمني، مما يعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات على الأرض. طائرة اليوشن. طائرة اليوشن هي طائرة نقل عسكرية وشحن كبيرة ب4 محركات روسية الصنع، تستخدم في العديد من الأغراض بما في ذلك النقل العسكري والمدني. تتميز بقدرتها على نقل حمولات كبيرة تصل إلى 48 ألف كيلوغرام، وتستطيع الطيران في ظروف جوية صعبة، مما يجعلها طائرة متعددة الاستخدامات. يمتلك سلاح الجو اليمني 3 طائرات من هذا النوع في أسطوله، تستخدم في النقل العسكري والإغاثة في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى المهام اللوجستية الأخرى مثل الإمداد الجوي والتزود بالوقود. راجمة بي ام 27. راجمة بي ام 27 هي راجمة صواريخ تحتوي على 16 أنبوبا لإطلاق الصواريخ. تتميز بقدرتها الهائلة على إطلاق عدة صواريخ في وقت واحد، منها المضادة للدروع والتحصينات والصواريخ شديدة الانفجار. تستطيع الراجمة إطلاق النار خلال 3 دقائق ومغادرة موقعها خلال 90 ثانية، مما يزيد من فعاليتها في أرض المعركة. الراجمة محمولة على شاسيه شاحنة عسكرية، ويمكنها إطلاق صواريخ عنقودية لتوزيع أنواع مختلفة من الألغام، ما يجعلها سلاحا مرنا وفعالا في مواجهة التحديات على الأرض. صاروخ توشكا. صاروخ توشكا هو صاروخ باليستي سوفيتي الصنع يستخدم في ساحة المعركة لاستهداف مراكز القيادة وبطاريات الدفاع الجوي وتجمعات المشاة والعربات المعادية والجسور. يمتاز صاروخ توشكا بعمله بالوقود الصلب، مما يجعله سهل الإعداد والإطلاق في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة. استخدمت حكومة علي عبد الله صالح صواريخ توشكا ضد القوات الجنوبية في الحرب الأهلية اليمنية، وأيضا ضد قوات التحالف العربي. هذا الصاروخ يشكل جزءا هاما من الترسانة الصاروخية اليمنية، ويعزز من قدرتهم على الردع والتصدي للتهديدات. مروحية ميلمي 24. مروحية ميلمي 24
هي مروحية هجومية ونقل عسكرية في نفس الوقت، روسية الصنع، تستخدم عادة لنقل الجنود ودعمهم على الأرض، بالإضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام هجومية. يمكنها حمل جنود أو معدات، بالإضافة إلى أسلحة هجومية مثل الصواريخ والمدافع. تعتبر من المروحيات الثقيلة والمدججة بالأسلحة، وتتميز بقدرتها على تحمل الظروف الصعبة وحتى الأعيرة النارية. تستخدم المروحية للدعم الجوي القريب أو العمليات المضادة للدبابات أو القتال الجوي، ما يجعلها أحد أهم الأسلحة الجوية في ترسانة الجيش اليمني. مدفع جيفوزديكا 2S1 هو مدفع ذاتي الحركة روسي الصنع، يستخدم لضرب التحصينات والمدرعات ومراكز القيادة والسيطرة للعدو. يتميز بقدرته على إطلاق قذائف تقليدية بمدى يصل إلى 25 كيلومترا، وقذائف دفع صاروخي بمدى 42 كيلومترا بمعدل 10 قذائف في الدقيقة. المدفع محمول على عربة برمائية خفيفة التدريع، ويشغله طاقم مكون من 4 جنود. يمتاز المدفع بحركته وسرعة إعداده للإطلاق، ويشتهر باستخدامه في عمليات الإنزال البحري وقدرته على اجتياز العوائق المائية، مما يعزز من مرونة العمليات العسكرية للجيش اليمني. نظام سام 6. نظام سام 6 هو نظام دفاع جوي متنقل من الحقبة السوفيتية، يستخدم لاعتراض وتدمير الطائرات الجوية. تم تطوير هذا النظام في الستينيات، ودخل الخدمة في عام 1967. يتميز بقدرته على اكتشاف الأهداف المحمولة جوا على مسافات تصل إلى 65 كيلومترا، ويشمل الطائرات وصواريخ كروز، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار التي تتحرك ببطء. يعد سام 6 أحد الأنظمة الدفاعية المهمة التي تساهم في حماية المجال الجوي اليمني. مقاتلة ميكويان ميغ 29. مقاتلة ميكويان ميغ 29 هي طائرة مقاتلة روسية من الجيل الرابع، صممت للسيطرة الجوية في الاتحاد السوفيتي. تتميز بقدرتها على المناورة المذهلة والسرعة الكبيرة، وتتمثل مهمتها الرئيسية في تدمير الأهداف الجوية المعادية. تستطيع الميغ 29 حمل 6 صواريخ جو ومدفع عيار 30 ملم، مما يمكنها من تحقيق النجاح أثناء المعركة الجوية. كما تقدر على قصف الأهداف الأرضية والبحرية بالصواريخ الموجهة بدقة عالية من دون أن تدخل إلى مجال عمل مضادات الطيران المعادية. تعتبر هذه المقاتلة جزءاً أساسياً من القوة الجوية اليمنية. نظام تنغوستا. نظام تنغوستا هو نظام دفاع جوي روسي قصير المدى، يستخدم للدفاع الجوي للقوات البرية والأهداف الأرضية في مختلف السيناريوهات القتالية. يتميز هذا النظام بكونه مشتركا بين المدافع والصواريخ، مما يمكنه من الاشتباك مع الأهداف المهاجمة من وضع الثبات أو من وضع الحركة. يستخدم الصواريخ للأهداف البعيدة والمدافع للدفاع المركزي عن تجمع القوات. تشتهر منظومة تنغوستا بإطلاق فعال للأسلحة الصاروخية والمدفعية، وكذلك بالقدرة العالية على استهداف الأهداف على ارتفاعات منخفضة. يمكنها تنفيذ المهام القتالية بشكل مستقل أو كجزء من وحدة في ظروف مختلفة. صاروخ هواسونغ 6. صاروخ هواسونغ 6 هو صاروخ باليستي تكتيكي من إنتاج كوريا الشمالية، ويعتبر صاروخا قصير المدى يعمل بالوقود السائل. يبلغ مداه 700 كيلومتر، مما يجعله قادرا على ضرب أهداف بعيدة تصل حتى غرب اليابان. يمكن لهذا الصاروخ حمل رؤوس حربية عالية الانفجار التقليدية، وكذلك الرؤوس الحربية الكيميائية والبيولوجية والنووية. يشكل هذا الصاروخ تهديدا لجيران اليمن، حيث يمكنه الوصول إلى أماكن بعيدة وفي العمق، كما يمكن نقله على الطرق بسهولة، مما يزيد من صموده ضد الهجمات المباغتة ويسمح له بالنشر من أي موقع. في النهاية نود تذكيركم بأهمية دعمنا من خلال الإعجاب والاشتراك في القناة لتصلكم المزيد من الفيديوهات حول الثقافة العسكرية. نراكم في الفيديوهات القادمة.